عسلامة ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم عملت خبز متاع سندويتشات، خبز مقلة، كسرة، كل واحد وكيف يسميه. المهم بطريقة ياسر سهلة. أنا عملتها قبل الوصفة هذه، وجست المرة هذه عودتها بدلت شوية في المقادير. وتعدوا توا المقادير اللي هم عندي 250 جرام فرينة، عليهم 250 جرام من السميدية اللي هو السميد الأرطب. نخلطوهم بالطريقة هذه. معناها المرة هذه عملت نص على قد السميد على قد الفرينة، على قد السميدية السميدية احنا نقولوا لها على قد الفرينة. زدتهم نص ملعقة من السكر، وباكو من خميرة الخبز هذيك، الخميرة الفورية. ومن بعد زدتهم 270 مليلتر من الماء الدافي. المقادير على فكرة راهي مضبوطة، ما زدت حتى شيء، لا زدت ماء لا زدت فرينة، المقادير مضبوطة 100%. بالطريقة هذه نخلطوهم، ديما نحطوا الخميرة والسكر مع بعضهم، نخلطوهم نخليهم يتفاعلوا، معناها نخلطوهم هما الأولين. ومن بعد باش نزيد الملح، ديما ماذا بينا الملح نبعدوها على خميرة في الأول. نعجنوا بالطريقة هذه. توا زدت نص ملعقة من الملح، ونعجنوا نلموا بالطريقة هذه الفرينة متاعنا، ونعجنوا تجينا عجينة شوية كاسحة. من بعد كي نخلوها ترتاح وتطرى، معناه يولي سهل الخدمة بها. المهم كما قلت، ما زدت لا فرينة لا زدت ماء لا زدت حتى شيء. نلموا العجينة وديما نعجنوا هذاك الكل من بعد راهو ما يبقى منها حتى شيء، يتلم الكل. بالطريقة هذه نعجنوا، وفي الاخر بالكل نزيدوا ملعقة من زيت الزيتون. نزيدوا ملعقة معنا من الزيت ونعاود نعجنها، ندخل معناها الزيت هذاك في العجينة، نعاود نعجنها لين تحصلوا على عجينة تكون معناها مخدومة بالباهي وملساء. بالطريقة هذه قلت لكم تحسوها راهي كاسحة، ما هي راهي ما هيش كاسحة. كي ترتاح من بعد تسهل الخدمة بها. نخلوها ترتاح، لهنا خليتها ترتاح نص ساعة مغطية كما تشوفوا. بسيلوفان تحبوا تحطوها في ساشي، تحبوا تحطوها في اللي تحبوا عليه انتم، وتخلوها ترتاح نص ساعة. من بعد قسمتها ل4 قطع، 4 قطع متساويين، ونلموها بالطريقة هذه ونعملوها في شكل دوائر. بعد لهنا خذات منديلة تكون مبلولة شوي، نبلوها شوي بالماء ونحطها على جنب، باش كي نحلو كل خبزة باش نحطها ترتاح على المنديلة، ونغطوها زادة مرة أخرى ونخلوها ترتاح ساعة من الزمان. أنا خليتها ارتاحت ساعة. هذه راني عملتها نهار اللي عملت الكبدة، خاطر هيك حبيت نعمل ساندويتش متاع كبدة دونك، وما عنديش خبز قلت نعمل في الدار. بالطريقة هذه حليتهم ال4 وحطيتهم على منديل وغطيتهم. مستحسن المنديل بتاعنا كما قلت تكون مبلولة شوي، وخليتهم يرتاحوا ساعة. بعد سخنت حبيت نوريكم جست النار تكون متوسطة لقوية، ونسخنوا المقلة متاعنا بيان ونحطوها على نحطوا معناها الخبزة على المقلة، ونخلوها. أول ما تشوفوها بدت تعمل هكا في فقاعات متاع هواء، بدت تتنفخ شوي، نقلبوها نخلوهم ميم با دقيقة، ما نخلوهاش برشا باش ما تتحرقش. من بعد نعاودوا نقلبوها مرة أخرى، وتو هي واحدة تتنفخ. تو تشوفوها تتنفخ الكلهم جوني معناها تنفخوا بنفس الطريقة. قلت لكم الوصفة راهي ناجحة 100%، اللي يحب يجربها. بالطريقة هذه كما قلت لكم نحاولوا ان ديما نقلبوها باش تطيب من الجهات الكل بطريقة متساوية. وهذه هي كسرتنا بعد ما حضرت. حبيت نوريها لكم من الداخل كيفاه تجي معناها منفوخة، وتجي معناها
بنينة وسهلة معناها للساندويتشات، خاصة كل واحد يحب يعمل معناها ساندويتش. هذه أحسن طريقة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذه هني قصيتها، حبيت نوريها لكم من داخل كيفية تجي. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها وتعطوني رأيكم. ملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرين، وسلام.